بتبدأ الحلقة بسلمى وهي بتضرب السرنجة في المحلول، بس الممرضة بتدخل وبتقول لها انتي ايه اللي دخلك هنا، اتفضلي اطلعي بره شوية. والممرضة بتطلع بتنادي على الدكتور بسرعة عشان عايزة فائت. فسلمى بتتوتر، موسى بيقول لها في حاجة حصلت، فبتقول له طنط فائت، فبيجري يطمن عليها. وسلمى بتمشي بتلاقي حزة في وشها، بيقول لها انا مش قلتلك 100 مرة مالكيش دعوة بموسى؟ عموما ده اختيارك، بس اللي جاي هيخوفك اوي. فسلمى بتمشي، الدكتور بيطمن موسى ان حالتها مستقرة وانها لسه بتفوق. سلمى بترجع البيت بتلاقي الست لسه ما مشيتش، فبتقول لها اطلع من الاوضه ما لاقيكيش. بتدخل تلم هدومها. عايده بتقول لموسى شفت سلمى عملت فيا ايه؟ كانت واقفه جنبي هنا في العنايه وقعدت تقول كلام غريب كده، كانت عايزه تقتلني. انت عارف هي اللي حرقت وما سابهاش تكمل. قال لها مش وقته يا مامي، اهم حاجه انك بقيتي زي الفل. عز بيدخل، فموسى بيقول له انا شفت حضرتك قبل كده في النادي صح؟ فبيقول له انا صاحب والدك وانا اللي كلمتك في التليفون. فبيقول له اه، وقعدت تقول اي كلام صح؟ فبيقول له موسى انا عايزك في مشوار يخص سلمى، وكلام ماما كله صح عن سلمى، هي السبب في كل اللي بيحصل. فبيقول لهم جماعه عايزين تقولوا حاجه بدليل قولوها، مفيش دليل بلاش. فبيقول له عايز الدليل تعالى معايا. مختار ودينا بييجوا يزوروا عايده، وعايده بتقول لموسى روح المشوار، فبيقول لها مش هسيبك. فمختار بيقول له روح واحنا قاعدين معاها. سلمى بتكلم موسى بس هو مش بيرد عليها، فبتكلم واحده تحجز لها تذكره طيران للندن، فبتقول لها اقرب حاجه بكره بالليل. عايده بتقول لمختار خلي بالك من موسى، ويا ريت تخليه يبعد عن الشيطانه اللي اسمها سلمى. فبيقول لها نسيت اعرفك يا طنط، دينا صاحبتي وتبقى انتيمة سلمى. فبتقول له ما لقيتش غير صاحبة الشيطانة دي. فدينا بتزعل وبتمشي. مختار بيروح وراها وبيقول لها رايحة فين؟ فبتقول له ايه ست قلة الذوق دي؟ قال لها عيب يا دينا دي مامة موسى. فبتقول له انت مش شايف هي بتشتم على سلمى ازاي؟ انا ماشية. عز وموسى بيروحوا لكريم، فكريم بيقول له انت ايه مش وراه غيري ولا ايه؟ فبيقول له انا جبت لك الحاجة بتاعتك. فبيفتح بيلاقي حاجته فعلا كلها موجودة. فبيقول له جبتها ازاي؟ فبيقول له مش شغلك، المهم دلوقتي موسى يعرف كل حاجة. فبيقول له مش لما ابقى اعرفه انا الاول؟ فبيقول له ده الضحية الجديدة لسلمى. فبيقول له انا مش قلت لك ما تجيبليش سيرتها؟ فبيقول له في ايه يا كريم، احنا مش بينا اتفاق ولا اخد الحاجة وامشي؟ قال له لا لا خلاص. فموسى بيقول له هو احنا بنعمل ايه هنا؟ فكريم بيقول له انا كنت خطيب سلمى. فبيقول له كريم طب ما انا عارف ايه الجديد يعني. فعز بيقول له ان سلمى هي اللي عملت كده فيه، فبيستهزأ بكلامه. فكريم بيقول له لما قفشتني باخونها خبطتني بالعربية وتسببت ان رجلي الاتنين يتقطعوا، وهي اللي قتلت جوزها كمان. فمش بيصدق. فعز بيقول لكريم يتصل بسلمى وافتح السبيكر، فبيكلمه. فبتقول له انت مين؟ فبيقول لها انا كريم اللي قعدتيه على كرسي متحرك بقية حياته. فبتشتمه وبتقوله انت بتتصل بيا ليه؟ فبيقول لها انا قررت ابلغ البوليس بكل حاجه، وانك قتلتي جوزك واللي كنتي بتهدديني بيه معايا دلوقتي. فبتقول له فضايحه، انا عامله لها باك اب على جهاز تاني، ولو انت شاكك اني قتلت جوزي فاللي عملته في رجلك ده كان حاجه صغيره، المره الجايه مش هتكون موجود معانا خالص. موسى بيتصدم وبيقوم يمشي، وعز بيطلع وراه بيقوله تعالى وصلك. فبيقوله انت مين وعرفت ده كله ازاي؟ فبيقوله انا اقرب الناس ليك واكتر واحد تهمه مصلحتك. فبيقوله ايوه مين يعني؟ فبيقوله انا عمك. فبيتصدم تاني. موسى بيرجع على المستشفى وبيقول لها هو الراجل ده عمي؟ فوشها بيتقلب وبتقوله انا فاهمك كل حاجه. فبيقول لها مش عايزه افهم حاجه وبيمشي. فبتبعت مختار وراه وبتعاتب عز، فبيقول لها انه كده كده كان لازم يعرف. مختار بيحاول يكلم موسى بس موسى بيقوله مش عايزه اتكلم سيبني لوحدي. عايده بتكلم مديحه رجالها الصبح وتجيب الضابط معاها عشان تقول لهم مين اللي عمل كده في كنزي. سلمى بتروح بيت المزرعه وبتفتكر امها وابوها. دينا بترن عليها مش بترد. مختار بيحضر الفطار لموسى وبيقوله فين سلمى من ده كله؟ فبيقوله مش عايزه اسمع سيره البيت دي تاني. فبيقوله هي عملت حاجه ضايقتك؟ فبيقوله مش قادره اتكلم في حاجه. قال له براحتك، كده كده دينا هتحكي لي، هي رايحه عند سلمى دلوقتي. فبيقوله رايحه لها فين؟ فبيقوله هي كلمتها وقالت لها عايزه تشوفها. فبيقوله طب كلمها كده حاول تعرف مكان سلمى. فبيكلمها مش بترد. الضابط بياخد شهادة عايدة وبيسألها لو تعرف عنوانها، فبتديهوله. دينا بتروح لسلمى وبتقول لها انت طلع معاكي حق، مامة موسى دي مش سهلة خالص، قعدت تقول عليكي كلام مش حلو، بس سيبك منها، انت ايه اللي جابك هنا؟ فبتقول لها كنت مخنوقة شوية وقلت اغير جو. موسى بيرن عليها بس دينا بتسألها على الحمام، فبتشاور لها عليه وبتطلع تكلمه برضه. بتقول له كلمتك كتير ما ردتش عليا. قال لها اتسحلت مع ماما وما بصيتش في التليفون خالص. فبيقول لها انت فين، انا عايزه اشوفك. قالت له ابعت لك لوكيشن. دينا بتلاقي الحيطه بتاعت السلم متعلق عليها صور سلمى واهلها، فبتتفرج عليهم وهي بتتمشى بتشم ريحه غريبه.
فبتقرب منها تشوف هي جاية منين، وبتلاقي باب وبتفتحه وتدخل. بتلاقي صور كريم وسيف وواحد تالت معمول عليهم اكس بالاحمر، وبتلاقي دي فريزر، فبتفتحه بتلاقي فيه راس واحد ميت. فبتخاف وبتيجي تخرج، بتلاقي سلمى في وشها بتقول لها انت ايه اللي دخلك هنا. فبتشاور لها على الديب فريزر وبتقول لها ده شريف يا سلمى. فبتقول لها هو انا ليه كل ما اصلح حاجه بتبوظوها؟ فبتقول لها ده شريف حبيبك يا سلمى القديم، مين اللي عمل فيه كده انتي؟ فبتقول لها اه. فبتقول لها انتي مش قلتي انه غرق؟ قالت لها لا ما غرقش. انتي عارفه انا عملت فيه كده ليه؟ عشان وعدني ما يسيبنيش، وعمل زي اي حد انا عرفته وسابني. انا محدش بيحبني بس انتي بتحبيني صح يا دينا؟ فبتقول لها انتي اكيد مجنونه. فبتقول لها اهدي. قالت لها انا لازم امشي. فبتزقها وبتقول لها انتي مش هتمشي غير لما تسمعيني الاول، وبتروح ضربها على راسها بتمثال. فبيغمى عليها. البوليس بيروح شقة سلمى مش بيلاقيها. سلمى بتكتف دينا، بتقول لها ليه خليتيني اعمل كده معاكي؟ انا طول عمري ما عنديش صحاب وما صدقت لقيتك. انت كان عينك على موسى وانا ما اذيتكيش، ليه تخليني اعمل فيكي كده؟ انا اسف، ما تزعليش مني، حقك عليا. مامة دينا بتقلق عليها عشان بتكلمها مش بترد، وتليفونها بيتقفل، وهي اتأخرت عند سلمى. سلمى بتقول لدينا هطلع شوية وابقى اجيلك. عايدة بتخرج من المستشفى، فموسى بيقول لها انت ازاي تخبي عليا ان ليا عم؟ قالت له عمك كان تاجر مخدرات، بعد ما ابوك مات خدتك ومشيت عشان كنت خايفة عليك. قال لها ايوه، امتى هتبطلي تخافي عليا؟ امتى هتدركي اني بقيت راجل؟ قالت له انا عملت زي اي ام بتخاف على ابنها. فبيقول لها وده كان نتيجته ايه؟ خليتيني ادور على اول واحده تحسسني بقيمتي، اول واحده تحسسني بنفسي. فبتقول له انا ما حسستكش بقيمتك؟ ده انا كنت بعمل كل حاجه عشان تبقى مبسوط، وفي الاخر تجيب لي الشيطانه دي. قال لها المشكله ان سلمى دي اكتر واحده حبتني وكانت بتسمعني وكنت مبسوط وانا معاها. فبتقول له انت عايز تموتني؟ انت هتفضل تعاند لحد ما تموتك؟ فبيمشي ويسيبها ويروح على الشركة يقعد هناك، وبيكلم سلمى تليفونها مقفول. مديحة بتقول لعايدة ان سلمى هربت ومش لاقيينها، فبتقفل وترن على موسى مش بيرد. فبتقول لعز، فبيقول لها ما تقلقيش هيلاقوها. فبتقول له مش ده المهم، المهم ان موسى لسه متمسك بيها وانا خايفة عليه. فعز بيروح لموسى الشركة، فبيقول له حتى الشركة عرفت مكانها؟ فبيقول له انا عمك وحقي اخاف عليه. فبيقول له مش فارق معايا اللي بتقوله ده، هو سؤال واحد، ابويا كان راجل كويس؟ فبيقول له اه، وكان بيحبك قوي. فبيقول له وانت؟ فبيقول له انا كنت شيطان، بس الايام دي خلاص راحت لحالها. موسى بيقول له انت كنت فين طول الفتره دي؟ عشان حجه ان امي منعاك عني دي مش واكله معايا، فما تعملش الشويتين دول. فبيقول له عندك حق، بس انا ليا حق عندك، وعشان كده بقول لك ابعد عن البت دي. تعرف انها هربانه؟ طب تعرف ان امها عايشه بالسجن عشان قتلت جوزها؟ فكر يا ابني تاني. مامة دينا بتبقى قلقانة عليه. الجرس بيرن وبيطلع مخطوب جاي يشوف دينا. فامها بتقول له انها راحت عند سلمى من الصبح ومش بترد على التليفون. فبيقول لها طب كلمتي سلمى؟ فبتتصل بسلمى بترد عليه، بتقول لها معلش يا سلمى اديني دينا اكلمها عشان تليفونها مقفول. فبتقول لها دينا ما جاتش عندي يا طنط، وانا بكلمها برضو تليفونها مقفول. فام دينا بتقلق اكتر. سلمى بتتصل بموسى بتقول له انت فين؟ فبيقول لها انت ما بعتيش لوكيشن وتليفونك اتقفل. فبتقول له فصل شحن، بس ابعت لك لوكيشن دلوقتي. عايزه تتصل بموسى بتقول له انت فين؟ فبيقول لها انا هبات بره النهارده. ماما انا عرفت كل حاجه، انا اسف. بيوصل الفيلا وبيقول لسلمى ايه البيت ده؟ فبتقول له ده البيت اللي كنت عايشه فيه مع بابا وماما. فبيقول لها الله يرحمهم، بس انت متاكده يا سلمى انهم ماتوا؟ فبتقول له مش فاهمه. قال لها لا انت فاهمه كويس. فبتقول له انا متاكده انك سمعت عني حاجات مش حقيقيه. فبيقول لها ايه هي الحقيقيه بقى؟ فبتقول له ان انا بحبك. قال لها وبعدين؟ قالت له نتجوز. قال لها ولما نتجوز هتعملي فيا ايه؟ هتقتليني زي سيف، ولا هتقطعي رجلي زي كريم، ولا هتبتكري حاجه جديده خالص؟ قالت له لا لا ما تقولش كده، دول اذوني، انا ما كنتش بعرف انام. تعالى نبدا صفحه جديده مع بعض، نروح بلد جديده، مش انت بتحبني؟ قال لها هي دي المشكله، اني عمري ما حبيت حد زيك، انا حبيتك بجد. سلمى انت محتاجه تتعالجي. فبتقول له لا ما تقولش زيهم، انا زي الفل، هنتجوز ونسافر، مش انت عايز كده؟ فبيقول لها بس. فبتقول له هتسيبني يا موسى انا بحبك. فبياخدها في حضنه وهي بتعيط وبيقول لها انا اسف. وبتدخل الشرطه تاخدها. فبتقول له ليه كده يا موسى؟ ليه؟ عايده بتيجي وبتشوف سلمى وبتحضن موسى وبتطمن عليه. مختار بيلاقي دينا وبتيجي الاسعاف تاخدها. سلمى بتدخل الحبس الانفرادي. الرواب بتخلص مدتها، فواحده بتقول لها استفدتي ايه لما قتلتي جوزك من 25 سنه؟ ما كنتي سبتيه وخلاص. فبتفتكر انها كانت بتتخانق معاه وجت سلمى ضربته بالسكينه في ظهره. فهي مسكت السكينة عشان بصمتها هي اللي تبقى عليها عشان محدش ياخد سلمى، وبتخرج ربو. سلمى بتشنق نفسها في السجن. وده كان الملخص الأخير في مسلسل إقامة جبرية. لو عجبكم الملخص دوسوا لايك سبسكرايب، وأشوفكم في ملخص تاني. سلام.